السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد هنعمل فيه مع بعض طريقة عمل الكابتشينو اللي احنا بنشربه في الكافيهات. طبعا كتير مننا ما بيعرفش يعمل الفوم الحلو دوت والوش الجميل دوت. بعد الفيديو دوت هتعرفي تعمليها بأقل التكاليف وبطريقة بسيطة جدا جدا. مش هتحتاجي بقى فيها مضرب ولا تعقيد ولا اي حاجة من دي. تابعيني في الفيديو دوت علشان خاطر تعرفي ان الطريقة عملتها ازاي. بس قبل ما ابدا الفيديو بتمنى منك انك انت تعملي لي لايك، ولو انت اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس علشان اي فيديو انزله يوصلك الاشعار بتاعه. يلا بقى بينا نبدا الفيديو. اول حاجه يا بنات انا معايا هنا دوت كده معلقه كبيره من النسكافيه البلاك، اللي هو البلاك العادي او الجولد. بتجيبيه اللي هو سواء باكت او بتجيبيه اللي هو علبة. ومعايا هنا دولت معلقتين من السكر، والسكر دوت بالذات على حسب الرغبة. ممكن ما تحطيش سكر خالص لو انت بتحبيه بطعمه العادي. ومعايا هنا ديت كوباية من اللبن. اول حاجة هسخن اللبن بتاعي دوت كويس جدا، عايزاه يكون خلاص يعني هيغلي اهوت، بيطلع بخار اهوت وسخن جدا. بعد كده بقى في حاجة اسمها الكوفي بريس، بتجيبيها من محلات الادوات المنزلية او اونلاين او اي حاجة يعني. بجد الكوفي بريس دوت عظيم يا بنات، بجد احلى حاجة جربتها للكابتشينو، وبيعمل الوش الكابتشينو حلو جدا او النسكافيه عامة يعني. ومن غير بقى مضرب بقى ولا بهديه الدنيا ولا اي حاجة، هو في نفس الكوباية بتعملي فيها وبيبقى زي الفل. هاخد بقى معلقة ونص من السكر اللي انا حطيت منه معلقتين، وهاخد انا حطيت معلقة من النسكافيه، هاخد نصها كده واحطها في الكوفي بريس على السكر. بعد كده هاخد نص كوباية اللبن، مش هاخد الكوباية كلها. هنزل بقى باللبن، وبعد كده بقى هقلب السكر بالنسكافيه دوت. وبعد كده بقى هقوم حاطه الكوفي بريس مغطياه، وهبتدي بقى ان انا اشغله. بتغطي الغطا بتاعه، بعد كده بتمسكي البلبلة اللي فوق ديت وبتقعدي تعمليه كده علشان خاطر يعمل الفوم بتاع اللبن. بجد يا بنات يعني اسهل حاجة واكتر حاجة منجزة معاكي، ولا مضرب نسكافيه بقى. يعني مضرب النسكافيه ذات نفسه مش بيعمل الفوم الحلو ده. خلاص يا بنات انا هنا كده خلاص خلصت الفوم. هبتدي بقى اخد بقية معلقة النسكافيه على بقية المعلقتين بتوع السكر، وهحط بقى ربع كوباية من المية او من اللبن عفوا، او نص كوباية على حسب ما تاخد معاكي، وهقلبها كويس جدا. بعد كده بقى هبتدي ان انا انزل الفوم بتاعي، وبالراحة وانتي بتنزليه علشان خاطر ما يفقدش القوام بتاعه. تمام كده. وبعد كده بقى هكمل باللبن، بقية اللبن اللي فاضل معايا، احنا كده فاضل ربع كوباية من اللبن، هفضيها برضو. وطبعا مش هاخدها كلها علشان خاطر الفوم عامل واخد مساحة من الكوباية، هفضيها على حسب ما الكوباية بتاعتي تاخد او المج اهوت كده. تمام، حطيتهم كده وبقوا زي الفل. عايزة بقى تزينيها من على الوش تعملي اي حاجة مفيش مشكلة. انا هنا هعمل حركة كده بسيطة دائرية كده علشان خاطر تعمل معايا كده زي زجزاج كده من فوق الكوباية. وبعد كده بقى هحط، عايزة ترشي كاكاو على الوش مش مشكلة، عايزة ترشي نسكافيه زي ما انا هعمل كده نسكافيه بلاك برضو. بيدي شكل حلو جدا لكوباية النسكافيه بتاعتي. خلاص هنا يا بنات انا خلصتها، وشايفين عملتها بكل سهولة ازاي. المشروب اللي بندفع فيه قد كده في الكافيهات هنعمله مع بعض في البيت بأسهل الطرق خالص. والكوفي بريس دوت هتجيبي واحد هيقعد معاكي فترة كبيرة جدا، يعني ممكن يقعد العمر كله لو انتي حافظتي عليه كويس. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم، وتكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.